تعرف يا عبدو ان الكيمياء دي اسهل ماده ممكن تذاكرها؟ عارف طب ليه؟ يعني اذاكرها ازاي بقى؟ عشان هي عامله لي مشكله ومش بعرف اذاكرها خالص. مش عارف تذاكر الكيمياء؟ طيب صل على النبي. اولا كده انت لازم تثبت مصدر للشرح، يعني تذاكر من كتاب واحد، او يعني ما تكترش مصادر المذاكره. كتاب واحد كفايه، كتاب الوفي شرح، مصدر واحد للحل. تمام؟ كل حاجه ثانويه عامه تكفيها كتاب واحد، زي كتاب مندليف مثلا، او كتاب الوافي، او كتاب الامتحان. بس المهم ان انت تلتزم بكتاب واحد وتلتزم بيه لاخره، وكمان تخلصه لاخره وتتاكد ان انت فاهم كل نقطه، لان كل الكتب مغطيه كل الافكار. فما تضيعش وقتك في ان انت تدور على كذا كتاب، وفي نفس الوقت ده هيشتتك وهيخليك ما تحلش لا الكتاب ده كامل ولا الكتاب ده كامل. فالمحصله النهائيه ان انت مش تبقى ايه، يعني لميت معظم الماده. رقم اتنين، ما تذاكرهاش وانت تعبان، يعني لازم تتعود ان انت تذاكر وانت فايق، لان الكيمياء فيها معادلات كتير ومحتاجه حفظ. رقم ثلاثة، انت محتاج ان انت تحل كتير، بلس ان انت لما تحل كتير ان انت تشوف المستر وهو بيحل. ليه؟ لان انت لما تشوف المستر وهو بيحل، انت ممكن تكون بتحل صح لكن تفسيرك غلط. فالمستر لما تشوف طريقه حله هتفهم ازاي المستر بيحل، وازاي بيفكر في السؤال، وازاي بيلغي لك النقطه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. فده انت جمعت منه حصيله معلومات كبيره جدا. امتحان نهايه السنه ما بيجيش من كذا، ما بيجيش من اي كتاب، بيجي لشخص فاهم. فالشخص لو فضل فاهم طول السنه، حتى لو معاه كتاب واحد بس فاهم وبيقدر يتعامل مع الافكار، تمام، ده هيخليه يقدر يأدي في امتحان نهايه السنه. وبس، يعني الموضوع بسيط. ثبت مصدر للشرح، حل كتاب واحد، شوف حل المستر، افهم كل كلمه. لقيت وقت فاضي زود مليون كتاب زي ما انت عايز. بس